السلام عليكم يا أبطال إي فوتبول. في هذا الفيديو راح نستعرض أحداث يوم الاثنين، ونبدأ بأهم شيء الباكج الجديد الذي الكل ينتظره. أول ما محمد صلاح النسخة الأسطورية من فئة البيك تايم بطاقة نادرة جدا، طاقته تصل إلى 106 في التشكيلة مع بعض المدربين، ويمتلك مهارة المراوغة بالزخم ويلعب بأسلوب اللعب يملأ الفراغ. نسخة تعتبر الأقوى لصلاح حتى الآن، لاعب سريع مراوغ حاسم، وإذا كنت محظوظ وطاح لك صلاح فأنت رسميا عندك جناح أيمن يغير مجريات أي مباراة. اللاعب الثاني المدافع البرازيلي جابرييل ماغالانش، مدافع أرسنال ونازل ببطاقة شو تايم قوية جدا، طاقته تصل إلى 104 وعنده مهارة التحكم بالكرات الهوائية ويلعب بالأسلوب المحطم. مدافع شرس قوي في الصراعات وفعال جدا داخل منطقة الجزاء. أما اللاعب الثالث فهو نجم ليفربول رايان رافنبرغ، متوسط ميدان دفاعي، بطاقته شوط وتصل إلى 103، نازل بمهارة الأرقام بعيدة المدى ويلعب بأسلوب صانع الإيقاع. لاعب ممتاز للسيطرة على خط الوسط، يجمع بين الدفاع والتمرير بذكاء. الجميل في هذا الباكج أننا سنحصل على لفة مجانية، يعني عندك فرصة تسحب واحد من هالنجوم بدون ما تدفع ولا قطع. وغدا أحيانا سنشهد عودة باكاجات البوتس، وهي خاصة بأفضل لاعبي الموسم في دوري محدد، وأول باكج بيكون مخصص للدوري الإنجليزي. أهم النجوم فيه برونو فرنانديز طاقته 101، روبن دياس طاقته 101، إيزاك طاقته 100. كذا نكون استعرضنا كل أحداث الاثنين قادما في إي فوتبول. اكتبوا لنا في التعليقات من تتمنوا يطلع لكم، ولا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك إذ كنتم جديدين على قناة. تغطيتنا مستمرة لإحداث الباكجات والتحديثات أول بأول.